حبايبنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلتنا النهاردة غير، مش هتكلفك حاجة خالص، يعني قولي 20 جنيه أو ممكن مش هتكلفك حاجة خالص. عندنا حبتين بطاطس، فصين توم، عندنا بصلة، وهنعمل أكلة حلوة وهنتغدى ويومنا هيعدي. عندنا كده الحلة تسخن كويس، وأحط فيها معلقة من السمنة، معلقتين زيت. عايزة زيت خالص، عايزة سمنة خالص، انت حرة. عندي بصلاية كده، اعمليها على ايدك بالسكينة، اعمليها عندك في الكبة. احنا بنعملها بقى في المبشرة، أي حاجة خلاص. قطع وسط كده صغيرة يعني. عندي كده البصلة بتاعتي اقطعها بالسكينة. طبعا اما بكون مسخنه الحله كويس، الماده الدهنيه بتسخن عندي بسرعه. قلت لك اللي انت عايز تستخدميه سمنه او زيت زي ما انت عايز. اقلب البصله كده. تمام. البصله عندي تتشوح بس دقيقتين 3 كده. ساعه ما تبدا تخش على اللون اهو، ابدا اضيف عندي فصين التوم. مش عايزه تستخدمي توم ما تستخدميش توم. يعني التوم ده اختياري في الاكله بتاعتي، هو والفلفل وقرن الشطه. تحطوهم ماشي، ما تحطهمش ماشي. انما عندي الاساس البصله. تمام. هبدا عندي فصين التوم كده اهو. دول عندي 3 فصوص توم بالظبط. اعملهم بالسكينه حتت صغيره كده. انا اكل كله في السريع اهو. مش عايزين نبهدل جنبنا مواعين ولا اي حاجه، اكلتنا كلها في حله واحده ان شاء الله. يعني مستعجله ما فيش حاجه تطبخيها. اي حاجه عندنا هنعمل الطبخه الجميله دي. عندي بقى قرن سبايسي كده، القرن ده حراق شويه، هاخد نصه بس. لو مش سبايسي كملي قرن الشطه بتاعك كله. تمام، انا خدت نصه بس اهو. قطعته برده بالسكينه عندي. وعندي قرن تاني فلفل رومي. برضه هاخده كده حتت صغيره. مستغنيه بقى عن التوم، مستغنيه عن الفلفل والشطه، شيليهم مفيش مشكله عادي. ما بس بيدوا طعم حلو للاكله بتاعتي وخلاص، بس برضه الاكله جميله من غيرهم برضه. تمام. قطعت عندي الكلام ده كله، انا بقطع معاك اهو. تمام، التصوير ما وقفتوش ولا حاجه. البصله بتاعتي خلاص بدات تخش على التلوين اهو. والفلفل دبلت بس الفلفل والشطه معايا. هكون في التوقيت ده عندي حاطه في الخلاط بتاعي او في الكبه بتاعتي كيلو من الطماطم. بس الطماطم دي يا جماعه عايزاها تكون مستويه وتكون حمرا كده عشان تخلي الاكله بتاعتي حلوه. طب لو مش مستويه ومش حمرا، لو عندك شريحه بنجر واحده اضربها في الخلاط مع الطماطم، هتخلي لون الطماطم ما شاء الله كهرمان. تمام. ما عندكيش ده ولا عندك ده والطماطم بتاعتك صفرة شويه، حط لها معلقه صلصه. نزلت بكيلو الطماطم بتاعي بعد ما ضربته، ولا صفيته ولا عملت في اي حاجه، بقول لك اكلتي سهله خالص اهي. تمام. هبدا ابهر بقى عندي البصله بالطماطم. بفصين التوم دول بقرن الفلفل ده. احط بقى بهاراتي بس كزبره. دي كزبره وكمون. نص معلقه بتاع الشاي. تمام. برضو زيهم فلفل اسمر. عندي الشطه بقى ممكن تستغني عن الرشه دي خالص، لو انت بتحبش السبايسي بقى كفايه عليكي بس قرن الشطه، ما حطيتش شطه حط معايا شطه من دي. بقى الاكل بس له طعم كده. الملح بتاعك انا عارفه مقدار رز، لان هحط معايا 3 ارباع كيلو رز كده، من 3 ارباع لكيلو رز. اقلب بقى الكلام ده معايا كده. معايا الحبتين بتوع البطاطس اهم، قطعتهم مكعبات متوسطه كده يعني. تكونش كبيره، تبقى متوسطه صغيره كده. عشان تبقى شكلها في الاكله بتاعتي حلو. تبدا بس يا دوبك تغلي غلوه كده خفيفه. اكون عندي شويه شبت، عندك بقى شبت على كزبره كده. بس يكون مثلا طازه ماشي، ما كانش عندي كان عندي المعلقتين دول في الفريزر، انا عايزه معلقتين بس كانوا متقطعين عندي محطوطين في الفريزر. ما تطلعهمش من الفريزر بقى الا لما يكون الاكل بتاعك كله بدات تخلص، واحط الخطوه دي. طلعي الكيس حطي على طول. عشان لونه ما يتغيرش او ما يسودش. تمام. قلبت عندي تقليبه هاني، وهبدا اغسل عندي بقى الرز بتاعي. غسله كويسه كده، وانزل عليه بقى الخلطه بتاعتي دي. على فكره انا مش هضيف ولا نقطه ميه. يدوبك الطماطم بتاعتي على قد الرز. تعملي نص كيلو رز حط نص كيلو طماطم، هتعملي ربع كيلو رز حط ربع طماطم. بيفضل الاكله فيها طعمتها منها فيها. يعني شفت الطماطم بتاعتي اللي انا نزلت بيها، هي هتكون السوائل بتاعت اللي غطت الرز اهي. والله ما ضفت عليها يا جماعه ولا نقطه ميه من الحنفيه، لا كان يدوبك الطماطم بس. ملحك بقى مظبوط وحاجتك مظبوطه خلاص، ابدأي غطي بقى مجرد ما يبدا يقلب كده. ما يا جماعه ما بغطيش عليه الا لما افضل ايدي بالمعلقه فيه، يعني ما تسيبش لما ان هو مثلا يخلص مع بعضه، لا انت تفضلي كده تقلبي فيه لحد ما يتشرب الميه بتاعته خالص. خلاص. يبدا يتشرب الميه بتاعتي بقى خالص، لما تحسي ما عادش فيه خالص اي سوائل. توطي عليه النار بتاع ربع ساعه تلت ساعه. بس تكون النار بتاعتك متوطيه كويس جدا. هوريك المنظر دلوقتي بعد ما قلبته تقليبه حلوه عندي اهو، ما عادش فيه اي سوائل. تفضلي تقلبي فيه عشان ده ما يشطش، عشان هو كله طماطم وتسبيكه ما يشطش معاكي. تمام. ابداي عندك وطي النار بقى خالص، سوي الوش بتاعه كده. وهدي النار خالص زي ترديد الرز بالظبط، يفضل معانا برضو من 10 دقايق لتلت ساعه. خلاص.
هديله النار بتاعتي اهو. تمام، الرز بتاعي استوى بقى جميل ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل جميل. قدمي معاه بقى بيض مسلوق، بتنجان محمر، فلفل محمر، بطاطس محمره، مفيش حاجه خالص، قدمي معاه مخلل، اي حاجه عندك. تمام كده خلاص. اشوفكم في اكلات تانية جديده باذن الله. ولو عجبكم الفيديو بتاعي يا جماعه تدعموني باللايك والشير وتعليقاتكم الجميله، واكتبوا لي عندكم في التعليقات كده الاكله دي بتسموها عندكم احنا بنسميها عندنا كشري احمر كده ببطاطس، يعني سميها زي ما تسميها عندك. بس اكتبوا لي في التعليقات، كل بلد اكيد لها اسم في الاكله بتاعتنا، واكله مش مكلفه خالص. اشوفكم في وصفات تانية جديده باذن الله. ودعموني يا جماعه باللايك والشير وتعليقاتكم الجميله، ومع الف سلامه. مع الف سلامه.